ديك متر و20 ديال الثلج ما عطيتهاش. الدار اللي كانت مستوره ساترانا راه تراب. معاناة كبيرة يواجهها سكان دوار آرك على بعد 31 كيلومترا من إيغيل، بؤرة سلسال الحوز الذي هز المغرب قبل نحو شهرين. الموقع الجغرافي لدوار آرك يزيد معاناة النازحين، إذ يعتبر من أعلى التجمعات السكنية بالمغرب، ويتجاوز ارتفاعه 2600 متر فوق سطح البحر. هذه هي الدار حاليا، يعني الان نحسبوها دار، والخيمه ماشي ديال السكن هنايا. على هاد الخيمه هادي غتهز لك متر و20 ديال الثلج ما عطيتهاش. المشاكل ديال الخيام، حنا كنا حاطين الخيام الفوق في الشانتي الفوق، وتجي عاصفه يعني برديه، تجي ديك العاصفه ديال البرد تحيد كلشي تيطير، يعني كلشي، يعني اغلبيه ديال الكياطنا مشرقين. ولكن بالنسبه للاغلبيه ديال السكان ما غاديش يكفيهم، ما غاديش الخيمه ما غاديش تكفي السكان. 96 أسرة تعيش داخل خيام في هذه المنطقة منذ ضرب الزلزال. مساكنهم باتت تتطاير بسبب الرياح القوية، والخشية حاليا من تدهور أوضاعهم مع اقتراب هطول الثلوج. باتوا يقضون الوقت في التنقل بحثا عن زاوية بعيدة من التيارات الهوائية لحماية العائلات والأطفال من الأمطار العاصفة. الخيام على حساب الثلج، الله يجازيك بخير، الخيام ما يقدر غير طيح عليه واحد 50 سنتيم ديال الثلج غادي يولي داخل ليه الماء لداخل. ما يقدرش يستحمل القيطون، ما يقدرش يستحمل الثلج، لان تكون فيه غير 50 سنتيم يقدر يطيح عليك، والماء غادي يكون داخل. والماء راه واخا دير القيطون، الماء راه تيجي من الارض على حسب الفراش، تجيك البروديه من الارض. بالنسبه لحنايا دابا راه كنعسوا غير في الارض، راه دابا المعاناه راه كاين كلشي هنا. الله يجازيك بخير. وتنطلبوا من المحسنين اللي بغا يعاوننا في هذا الشيء في البيوت على حساب الناس اللي مكرفسين هنايا. الله يجازيك بخير. هنا دوار آرك راه قليل اللي تيجي عندنا. الله يجازيك بخير. ما تيزوروناش الناس بزاف ديال الجمعيات باش يشوفوا الحاله ديالنا فين واصلين والحاله كي دايره. الله يجازيك بخير. باش يجيو يشوفوا الحاله، لان حنا جاي لينا الشهر المقبل راه ما نقدروش نعيشوا في القيطون. الله يجازيك بخير. أمل هؤلاء متعلقة بتأخر موسم تساقط الثلوج، ويجمعون على أن قطرات المطر الأولى لهذا الموسم زادت من معاناتهم. كنا مكرفسين مع العجاج والبرد، وحنا كلشي على برا. ما الدار اللي كانت مستوره ساترانا راه ترابت وكلشي خلينا. المهم كلشي كتشوفوا الماء على برا، والعجاج والبرد، ودابا راه غادي طيح الثلج. كنعاودو نقادو عاوتاني نديرو الميكا ونديرو الباش. داكشي اللي كنعاودو نجددو عاوتاني المعيشه من الاول عاوتاني، حيت غادي دابا راه كاينه الضبابه والشتا غادي طيح والثلج. داكشي عاوتاني كنعاودو نديرو الميكا والعواد والحجر وداكشي. الظروف الصعبة لم تمنعهم من التجمع وتوزيع المساعدات بينهم ومن الأكل والطبخ، لكن حلهم وحلمهم الوحيد الذي يجمعون عليه هو وصول المنازل المتنقلة لتساعدهم على قضاء فصل شتاء دافئ في انتظار إعادة بناء مساكنهم المدمرة.